سلام عليكم. يومكم مظبط. المكان كوكب الارض. الزمان من 299 مليون سنه. كان في ايه وايه اللي حصل؟ هو الانقراض دايما بيحصل فجاه؟ وايه الفرق بين الانقراض التدريجي والانقراض الفجائي؟ هل البرمي كان عصر تطور بيولوجي ولا فتره تعافي؟ وهل الجفاف في البرمي كان جفاف عالمي مفاجئ ولا كان جفاف تدريجي مع تنوع اقليمي؟ وايه كان دور الميثان في التغيير المناخي وتاثيره على البيئه والمناخ في البرمي؟ هو الموضوع ده مهم؟ كان مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الفترة الكربونية وازاي كان وقت العجائب، غابات ضخمة بتغطي الأرض، مستنقعات فحمية مليانة حياة، وهواء غني بالأكسجين سمح للحشرات إنها توصل لأحجام خرافية، بس زي أي قصة لازم يكون في نقطة تحول، ودي كانت النهاية الصادمة للفترة دي. بداية جفاف فضل مؤثر على الكوكب لفترة طويلة، لما بنوصل لنهاية الكربوني بنلاقي الكوكب بيودع مناخ المستنقعات الرطبة وبيستقبل عصر جديد من الجفاف والتغييرات العنيفة. والسبب الأساسي القارات اللي كانت بتتحرك وتقرب من بعضها. لما القارات بدأت تتجمع البحار الداخلية اللي كانت بتحافظ على الرطوبة بدأت تختفي، فبقت في أراضي صحراوية واسعة، ومع الجفاف الغابات اللي كانت مليانة أشجار ضخمة بدأت تموت، وده أثر على الكائنات اللي كانت معتمدة عليها. كمان الهواء اللي كان غني بالأكسجين بدأ يتغير، وده أثر على كل حاجة من الحشرات العملاقة لغاية التنفس عند الكائنات الحية. طيب هل الجفاف الكبير ده حصل فجأة؟ في رأي بيقول إن الجفاف كان تدريجي أكتر من كونه كارثة سريعة، يعني مش فجأة لقينا الصحراء استولت على الكوكب. الأدلة الجيولوجية بتوضح إن الجفاف كان على فترات مش مرة واحدة، وإنه في مناطق فضلت رطبة لفترة أطول من غيرها. طيب هل الجفاف هو اللي أنهى الفترة الكربونية ولا في عوامل تانية؟ في نظريات بتقول إن تغير المناخ والجفاف ما كانوش كفاية لوحدهم علشان ينهوا الفترة الكربونية. في علماء بيرجحوا إن نشاط بركاني ضخم لعب دور برضه، لأنه كان بيأثر على المناخ ويطلع غازات ممكن تكون غيرت الظروف البيئية بشكل أكبر. طب وإيه تأثير كل ده على الكائنات الحية؟ خدوا عنده. أولاً انقراض البرمائيات الضخمة. الكائنات اللي كانت معتمدة على المية بدأت تعاني، خصوصا البرمائيات العملاقة اللي كانت عايشة في المستنقعات. ثانيا صعود الزواحف. زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، الزواحف بقت أفضل الكائنات من ناحية التكيف لأنها مش معتمدة على المية بنفس درجة البرمائيات. ثالثا اختفاء الغابات وتغيير السلسلة الغذائية. كان في كائنات كتير معتمدة على النباتات الضخمة اللي بدأت تختفي، فحصل اضطراب في النظام البيئي، وخلاص الكربون انتهى. ودخلنا الفترة البرمية، والاسم ده مرتبط بتحولات ضخمة جيولوجية وبيولوجية. الجفاف استمر والصحراء انتشرت أكتر، بس في نفس الوقت حصلت تطورات مدهشة في الحياة على الأرض. الفترة البرمية كانت بداية صعود مجموعات جديدة من الكائنات، وتغييرات هتكون لها تأثير على مستقبل الكوكب كله. طيب إيه اللي بيخلي الفترة البرمية من أكبر فترات التحول في تاريخ الأرض؟ الفترة البرمية كانت واحدة من أكتر الفترات المثيرة في تاريخ الأرض، مش بس لأنها كانت آخر محطة قبل أكبر انقراض جماعي حصل، لكن كمان لأنها كانت عصر مليان تغيرات جيولوجية وبيولوجية ضخمة. زي ما كنا بنقول، القارات اتغيرت والمناخ اتحول، والكائنات اللي عاشت فيه كانت بتواجه تهديدات جديدة تماما. أيوة، يعني إيه اللي ميز الفترة البرمية؟ في الوقت ده أغلب الأرض كانت متجمعة في قارة واحدة، وده أثر على التيارات المحيطية، فبدأنا نخرج من المناخ الرطب اللي كان بيسود في الفترة الكربونية واتجهنا لمناخ جاف أكتر مع انتشار الصحاري. كمان البرمي شاف تطورات ضخمة في الحياة على الأرض، خصوصا في الزواحف اللي بقت متنوعة أكتر ومستعدة أكتر للسيطرة على البيئات القاسية. والبحر كان بيتغير هو كمان بمعدلات أكسجين متغيرة وتأثيرات ضخمة على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية. طيب هل الأحداث الجيولوجية في الفترة البرمية كانت فريدة من نوعها؟ رغم إن الفترة البرمية بتتوصف غالبا كفترة تحولات جيولوجية، في علماء بيشوفوا إن التغييرات دي ما كانتش استثنائية قوي. يعني القارات دايما بتتحرك والمناخ بيتغير على مر العصور، فبالتالي بيعتبروا التغييرات في البرمي ما كانتش فريدة من نوعها. طيب والتنوع البيولوجي، هل البرمي فعلا كان عصر التطور الكبير؟ رغم ان الفترة البرمية شافت تطورات في الزواحف والثدييات البدائية، في نقاش حوالين مدى التنوع البيولوجي اللي حصل وقتها. في دراسات بتقول ان الانقراضات اللي حصلت في اواخر الكربوني قللت التنوع الحيوي، وان البرمي كان اقرب لفترة تعافي اكتر منه فترة انفجار تطوري زي الكامل. طب سؤال كمان، الانقراض العظيم هل هو فعلا اكبر كارثة بيئية؟ مفيش شك ان نهايه الفتره البرميه كانت كارثيه، مع اختفاء حوالي 90% من الكائنات البحريه و70% من الكائنات البريه. لكن هل كان اسوا انقراض في تاريخ الارض؟ في راي علمي بيقول ان التاثير الفعلي للانقراض البرمي الترياسي ممكن يكون اتضخم بسبب قله الحفريات من الفتره دي مقارنه بعصور ثانيه، بمعنى ان الارقام اللي عندنا ممكن ما تكونش دقيقه بنسبه 100%، بس لو عايزين نديله اسم خاص بيه هنسميه الطريق الى الجفاف، بدايه تحول الارض الى كوكب قاسي. مع استمرار البرمي الجفاف بدا يزيد اكتر واكتر، الصحارى بقت تنتشر في اماكن كانت قبل كده مليانه غابات وحياه. التغيير ده ما كانش مجرد تعديل بسيط في الجو، لكنه كان بدايه لعصر جديد هيفرض تحديات ضخمه على الحياه على الكوكب.
الخلاصه ان الفتره البرميه كانت فتره اضطرابات مناخيه وجيولوجيه ضخمه، وواحده من اهم الظواهر اللي حصلت وقتها كانت التصحر وانتشار البيئات الجافه، ودي كانت نقطه تحول كبيره في تاريخ الارض. مع تقلص الغابات المطيره وتوسع الصحاري، الكائنات اضطرت تتكيف او تختفي تماما. لكن هل كان الجفاف عالمي ومطلق زي ما بيتقال؟ اول حاجه خلينا نسال ازاي حصل التصحر. مع اندماج بانجيه، القاره العملاقه قللت المساحات الساحليه الرطبه ووسعت المناطق الداخليه الجافه، فحصلت اختلافات في توزيع الامطار. الغلاف الجوي اتاثر بتغييرات تيارات الهواء والمحيطات، وده نتج عنه قله الامطار وزياده الصحارى. وكمان درجات الحراره ارتفعت لان المناخ كان بيتجه لمعدلات اعلى، وده زود معدلات التبخر وجفاف التربه. طيب نسال السؤال تاني، هل التصحر كان عالمي فعلا؟ الحقيقه لا. التغييرات المناخيه كانت مختلفه من مكان للتاني، مش كل اجزاء العالم البرمي كانت صحراويه. في دراسات بتقول ان في مناطق زي سيبيريا واجزاء من جنوب الكره الارضيه احتفظت بمناخ معتدل نوعا ما، وفضلت فيها غابات لفتره طويله، وده بيوضح ان التصحر ما كانش بنفس الحده في كل مكان، وانه في تنوع اقليمي كبير. كمان لازم نقول ان النباتات قدرت تقاوم اكتر من اللي كان متوقع. رغم الجفاف، في نباتات طورت استراتيجيات بقاء زي الجذور العميقه والقدره على تخزين الميه. النباتات المعمره والمقاومه للجفاف فضلت صامده، وانواع منها قدرت انها حتى تزدهر في الظروف الصحراويه الجديده. وده بيطرح تساؤل، هل التصحر كان بالحجم اللي بنصوره ولا كان مجرد تحول بيئي طبيعي؟ هنا لازم نقول ان الجو كان اعقد بكتير من مجرد تصحر. المناخ مش مجرد رطوبه وجفاف بس، لكنه شبكه معقده من العوامل. في ابحاث بتقول ان التغييرات الجويه وقتها كانت بتتاثر بتفاعل معقد بين الغازات الدفيئه والبراكين ودورات المحيطات، واللي خلى المناخ يتقلب بين فترات جفاف شديده وفترات اخف شويه، بدل ما يكون تحول مباشر لصحراء عالميه. وبرضه زي العاده في جدل حوالين توقيت انتشار الصحارى. في دراسات بتقول ان التصحر بدأ قبل الفترة البرمية بكتير، ويمكن حتى في أواخر الكربون، وده معناه ان التغييرات اللي حصلت وقتها مش بالضرورة كانت نتيجة للبرمي بس، لكن استمرار العمليات بدأت قبل كده بوقت طويل. وبرغم ان الأرض كانت بتتحول لصحراء، البحار كانت قصة تانية تمام. في أعماق المحيطات البرمية كانت بتعيش مجموعة من آخر وأعظم الأنظمة البيئية في الحقبة القديمة. خلينا نبدأ الحكاية من أعماق البحار البرمية اللي كانت آخر ملجأ للحياة البحرية القديمة، قبل ما نشوف مين اللي قدر ينجو من كل التقلبات البيئية. في الفترة البرمية المحيطات كانت عالم ضخم مليان حياة، الشعاب المرجانية ممتدة في كل مكان، والأسماك والمخلوقات البحرية الغريبة متوزعة في أعماق البحار. الكائنات اللي حكمت المشهد كانت عرضيات الأرجل والزنبقيات البحرية وثلاثية الفصوص وأسماك القرش اللي كانت مختلفة تماما عن أسماك القرش اللي نعرفها النهارده. لكن مع قرب نهاية الحقبة بدأت الحياة البحرية تواجه تهديدات جديدة، مش بس بسبب الظروف المناخيه القاسيه، لكن كمان بسبب تغييرات في كيمياء المحيطات. بس خلونا نسال، هل فعلا كانت الفتره البرميه فتره ذهبيه للتنوع البيولوجي البحري؟ في باحثين شايفين ان السجلات الحفريه ممكن تكون بتدينا صوره مش كامله عن التنوع الفعلي وقتها، خصوصا ان الكائنات اللي عندها هياكل صلبه عندها فرصه احسن للبقاء في السجل الجيولوجي، على عكس الكائنات الرخوه اللي نادرا ما بنلاقي لها بقايا واضحه. كمان مش كل العلماء متفقين على فكره ان المحيطات البرميه انهارت فجاه. في دراسات بتقول ان الانقراضات كانت تدريجيه على مدى ملايين السنين، مش حدث مفاجئ. وفي برضه نظريات بتقول ان نشاط البكتيريا والميكروبات اللي كانت بتستهلك الاكسجين وتطلع كميات ضخمه من الكبريت كان ليه دور محوري في تغيير بيئه المحيطات، وده يمكن يكون السبب الاساسي في تدهور الحياه البحريه، مش بس التغييرات المناخيه. وعلى الرغم من ان انقراض الفتره البرميه الترياسيه معروف بكونه اكبر انقراض في تاريخ الارض، السبب الحقيقي ليه لسه مش محسوم. في اللي بيربطه بالبراكين في سيبيريا، وفي اللي بيعتقد ان ارتفاع مستويات غاز الميثان كان ليه تاثير اكبر. عموما وعلى الرغم من الفوضى البيئيه اللي حصلت، كان في مجموعات قدرت تتكيف وتنمو، زي الاسماك الغضروفيه ونوعيات من الرخويات، وده كان مؤشر ان الحياه ممكن تلاقي طريقها حتى وسط اسوأ الظروف. وده كان تمهيد لمرحله جديده هتغير مستقبل الكوكب بالكامل، لان الناجين دول هيكون ليهم دور في ظهور اول الزواحف الثدييه اللي هتكون اجداد الثدييات اللي نعرفها النهارده. وده بياخدنا للسؤال الكبير، ايه اللي حصل على الارض؟ وازاي ظهرت مجموعه الكائنات اللي هتكون الجد الاكبر للثدييات؟ تعالوا نتكلم عن رحله ظهور الثرابسيدات، الكائنات اللي بتعتبر الحلقه الاخيره قبل ظهور الثدييات. في اواخر الفتره البرميه كانت الارض بتعيش واحده من اكبر التحولات البيولوجيه. الزواحف القديمه اللي كانت مسيطره على الارض لفتره طويله بدات تدي مساحه لمجموعه جديده من الكائنات، الثرابسيدات. الكائنات دي كانت مختلفة تماما عن الزواحف اللي سبقتها، وبدأ يظهر عليها صفات زي اللي هنشوفها بعد كده في الثدييات، زي وضعية الأرجل اللي بقت مستقيمة أكتر بدل ما تكون مفلطحة زي الزواحف، وكمان دلائل على وجود شعر في أنواع، وطرق جديدة لتنظيم حرارة الجسم. الثرابسيدات كانت متنوعة، منها أنواع ضخمة أكلت لحوم، وأنواع تانية أصغر بتتغذى على النباتات، لكن اللي ميزهم فعلا إنهم كانوا من أوائل الكائنات اللي قدرت تتكيف مع البيئات المتغيرة بشكل فعال، وده اللي ساعدهم يسيطروا على الأرض لوقت طويل. لكن السيطرة دي ما كانتش مطلقة، ودي نقطة فيها جدل كبير. هل فعلا الثرابسيدات كانت مقدمة مباشرة للثدييات؟
في باحثين بيشوفوا ان الصفات اللي بنعتبرها شبيهه بالثدييات في الثرابسيدات مش بالضروره كانت مؤشرات على التطور المباشر للثدييات. يعني مثلا وضعيه الارجل او احتماليه وجود شعر مش دليل قاطع ان هم كانوا بيتصرفوا او بيعيشوا زي الثدييات الحديثه. وفي الوقت اللي الثرابسيدات كانت على قمه النظام البيئي، في ادله بتقول ان هم ما كانوش مهيمنين بالشكل اللي بنصوره. كان في مجموعات زواحف تانية ناجحه جدا زي البرابيسورات والزواحف الحقيقيه واللي قدرت تنافسهم على الموارد وتعيش جنبهم لفترات طويله. كمان مش كل الثرابسيدات مشيت على طريق واحد مباشر للثدييات، في سلالات اتطورت بشكل مستقل عن السلالات اللي ادت فعلا لظهور الثدييات، وده معناه ان الصوره مش واضحه قوي زي ما بنحاول نرسمها. ورغم ان الفتره البرميه انتهت بانقراض كارثي، في فصائل من الثرابسيدات قدرت تنجو وتكمل في العصر الترياسي، لكن تحت سيطره الزواحف الضخمه الجديده اللي بدات تظهر بقوه. وعلى قد ما الثرابسيدات قدرت تتكيف مع بيئتها، الا ان الارض كانت بتجهز لهم مفاجاه مرعبه. انفجارات بركانيه ضخمه في سيبيريا هتكون السبب في واحده من اسوأ الكوارث البيئيه في تاريخ الكوكب. في نهايه الفتره البرميه حصلت حاجه غيرت العالم، انفجارات بركانيه ضخمه في منطقه سيبيريا استمرت لالاف السنين علشان تملى الغلاف الجوي بكميات مهوله من ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت، والنتيجه ارتفاع شديد في درجات الحراره واختناق محيطات الارض وانهيار اغلب النظم البيئيه اللي كانت مسيطره على الكوكب. مصائد سيبيريا اللي كانت عباره عن فيضانات بركانيه ضخمه غطت ملايين الكيلومترات المربعه من الارض بالحمى وطلعت غازات دفيئه بكميات ما اتشافتش قبل كده. الكارثه دي بيتم اعتبارها العامل الاساسي وراء اكبر انقراض جماعي في تاريخ الارض، واللي قضى على اكثر من 90% من الانواع البحريه و70% من الانواع البريه. تخيلوا انكم في غابه مليانه اشجار ضخمه، حيوانات متنوعه، وانهار مليانه بالحياه، وفجاه كل ده يختفي. ده بالظبط اللي حصل بعد الانقراض البرمي الترياسي. لما الغازات الدفيئه غطت الغلاف الجوي، درجات الحراره ارتفعت لمستويات ما شفناهاش من ايام الظهر الجهنمي، والامطار الحمضيه نزلت، والمحيطات اتخنقت، وبدات سلسله انهيارات بيئيه متتاليه. 90% من الكائنات البحريه انقرضت، الشعاب المرجانيه القديمه اختفت تماما، والحيوانات اللي كانت متكيفه مع الحياه في المحيطات الضحله ماتت، و70% من الكائنات البريه اختفت. معظم الزواحف البرميه العملاقه ما قدرتش تتكيف مع الظروف الجديده واختفت. الدندروسورات، الداينوسيفيليانز، وانواع كتير من الثرابسيدات خرجت من الصوره، والغابات البرميه نفسها انهارت. الغطاء النباتي في الغابات الاستوائيه اختفى تقريبا بسبب الجفاف والحرائق الضخمه، والمساحات الخضراء اتحولت لصحراء، والتربه فقدت توازنها البيئي. مع اختفاء النباتات، التربه ما عادتش قادره تمسك الميه، وبدات عمليه التصحر تنتشر، وده زود من صعوبه التعافي البيئي. المحيطات بقى كانت من اكثر البيئات اللي اتاثرت بالكارثه، مش بس بسبب الحراره العاليه، لكن بسبب انخفاض الاكسجين الحاد اللي حول اغلب المسطحات المائيه لمناطق ميته بالكامل. غاز كبريتيت الهيدروجين السام انتشر في الميه وقتل اي حاجه حيه تقريبا، وحتى الطبقات العلويه من الغلاف الجوي اتسممت بالغاز ده، وده ممكن يكون السبب في انهيار النظام البيئي. ورغم ان الادله بتاكد ان الانقراض البرمي الترياسي كان الاسوأ في تاريخ الكوكب، في علماء بيطرحوا تساؤلات حوالين مدى تاثيره الحقيقي. يعني مثلا مش كل الانظمه البيئيه انهارت بالكامل. في مناطق زي سيبيريا والصين في ادله بتقول ان في انواع قدرت تكمل لفتره اطول من المتوقع، وده معناه ان الانهيار ممكن يكون حصل على مراحل مش كضربه واحده مدمره. وفي دراسات حديثه بتقول ان المحيطات القطبيه كان عندها مقاومه اكبر لتاثير الاحتباس الحراري، وده ممكن يكون ساعد كائنات على البقاء. كمان في انواع قدرت تتكيف وتكمل، مش كل الكائنات انقرضت. في انواع من الثرابسيدات قدرت تفلت من الكارثه وتتكيف مع البيئه الجديده، وده بيفتح باب للنقاش حوالين مدى عنف الانقراض فعليا. لكن هل فعلا النشاط البركاني كان السبب الوحيد للانقراض ده؟ هنا بتيجي نظريات تانية واللي بتطرح سيناريوهات مختلفه للاحداث. اول سيناريو هو انقراض تدريجي مش انقراض مفاجئ. في دراسات بتقترح ان الانقراض بدا قبل ما تبدا مصايد سيبيريا نشاطها بوقت طويل، وان التدهور البيئي كان حاصل بسبب تغيرات مناخيه تدريجيه مش بسبب حدث مفاجئ واحد. تاني سيناريو هو دور الميثان الكيماوي في المحيطات. من النظريات البديله ان ارتفاع درجات الحراره كان بسبب انطلاق كميات ضخمه من الميثان المجمد في قاع المحيطات، وده زود الاحتباس الحراري بشكل كارثي وساهم في خنق الحياه البحريه. ثالث سيناريو هو اصطدام نيزكي. في علماء بيفترضوا ان نيزك ضخم ممكن يكون اصطدم بالارض في نفس الفتره وزود من حده الانقراض، لكن الادله على الاصطدام ده مش واضحه زي الكارثه اللي حصلت للديناصورات بعد كده. وهنا برضو لازم نقول ان مش كل البيئات اتاثرت بنفس الشكل. مناطق زي اوروبا الوسطى كانت قادره تحافظ على جزء من التنوع البيئي لفتره اطول من اماكن تانية، وده بيخلي الناس تشكك في ان الانقراض ده كان سريع ومتزامن في كل مكان. وبغض النظر عن السبب الرئيسي، النتيجه كانت واحده: العالم القديم انتهى، والارض دخلت واحده من اسوأ فتراتها، والمحيطات اتحولت لمناطق ميته. الغابات اختفت، واغلب الكائنات اللي كانت مسيطره اختفت للابد، لكن رغم الدمار ده الحياه قدرت تلاقي طريق جديد. الكوكب بدا يدخل مرحله تعافي جديده، وكائنات قليله جدا قدرت تنجو وتسيطر على المشهد البيئي بعد كده. والانظمه البيئيه اللي بدات تتشكل بعد الكارثه كانت بدايه العصر الجديد اللي هيغير شكل الحياه على الكوكب بالكامل. زي ما مش كل المناطق اتاثرت بالانقراض ده بنفس الشكل، التعافي كمان مش هيبدا بنفس الشكل في كل حته. رغم ان الانقراض ده كان مدمر على نطاق عالمي، مش كل الاماكن واجهت نفس المصير.
في بيئات قدرت تصمد لفترة أطول قبل ما تنهار تماما، وده واضح في الرواسب الحفرية المختلفة في كذا مكان في العالم. في مناطق انهارت بالكامل زي الغابات الاستوائية المطيرة اللي تعرضت لدمار شبه كلي وبقت الصحارى منتشرة أكتر، وفي مناطق صمدت نسبيا زي ما قلنا مناطق في الصين وأوروبا الوسطى ظهرت فيها أدلة على بقاء أنواع حتى بعد الموجة الكبرى للانقراض، وده معناه إن الانهيار البيئي ما كانش متزامن في كل مكان. في دراسات بتقول إن البيئات البحرية القطبية كان عندها مقاومة أكبر للانهيار بسبب انخفاض درجات الحرارة نسبيا مقارنة بالمناطق الاستوائية، وده قدم فرصة لبقاء أنواع. عشان ما نتوهش من بعض خلونا متفقين ان الادله الحفريه هي اللي بتحدد رؤيتنا للانقراض، لكن هل فعلا عندنا صوره كامله عن اللي حصل؟ الحقيقه لا. اولا في تحيز ناحيه الكائنات البحريه، معظم الحفريات اللي عندنا بتيجي من بيئات بحريه لان الرواسب بتساعد على حفظها، لكن ده بيقلل من فهمنا للي حصل على الارض بالتفصيل. ثانيا عندنا نقص في الادله عن بعض الانواع، في مجموعات حيوانيه ممكن تكون نجت لفتره اطول مما نتصور، لكن ببساطه مفيش حفريات كافيه علشان توثق وجودها خلال وبعد الكارثه. كمان لازم ناخد في اعتبارنا تأثير تحلل الطبقات الجيولوجية. الانقراضات التدريجية ممكن تخلي فيه أنواع تظهر وكأنها اختفت فجأة بسبب غياب التتبعات الحفرية المستمرة، بس رغم كل الدمار الأرض ما فضلتش مكان ميت للأبد. بعد الانهيار ظهرت علامات بتقول إن التعافي بدأ بسرعة في بيئات. أنواع من الصراخس الفيرنز بدأت تنتشر بعد وقت قصير من الانقراض، وده مؤشر على استعادة التوازن البيئي ببطء، والكائنات اللي كانت قادرة تتحمل الظروف القاسية زي الأمونيتات وأنواع من الرخويات بدأت ترجع تدريجيا خلال مليون سنة بعد الانقراض. وكمان شوية من الأنواع اللي نجت زي أسلاف الثدييات والزواحف الكبيرة بدأت تفرض سيطرتها على النظام البيئي الجديد. طيب خلينا نسأل، هل كان في عوامل بيئية ساعدت في التعافي؟ طبعا، التغير التدريجي في المناخ لعب دور. برغم ان الارض دخلت فتره طويله من الاحتباس الحراري، بدات العوامل الطبيعيه في تقليل نسبه ثاني اكسيد الكربون مع الوقت، وده ساعد على عوده الاكسجين للبحار. ومع انقراض كتير من الكائنات القديمه بدات المساحات الفاضيه تتملي بكائنات جديده قادره على التكيف مع الظروف القاسيه، وانواع من الزواحف البرميه اللي قدرت تنجو اصبحت مهيمنه في العصر الترياسي، وده اللي مهد الطريق بعد كده لظهور الديناصورات. انهيار الانظمه البيئيه بعد الانقراض البرمي كان واحد من اعنف الكوارث في تاريخ الارض، لكنه ما كانش نهايه المطاف. على العكس، كان مجرد نقطه تحول وبدايه لمرحله جديده تماما من الحياه على الكوكب. الناجين القليلين بعد الكارثه دي هيكونوا ابطال العصر الجاي واللي هيغيروا شكل الحياه على الارض للابد. بس ده موضوع حلقتنا الجايه، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفه في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومه او وجهه نظر مختلفه. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش درجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقه دي والحلقتين اللي فاتوا، هتلاقوا رابط الكتاب في صندوق الوصف. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، بشوفكم الحلقه الجايه مع فتره جديده ان شاء الله. سلام.